اهلا بيكم باسم هيئه شباب اسكندريه، برحب بيكم. فلو انتوا اخدتوا معانا كورسات قبل كده اهلا وسهلا بيكم، وبشجعكم انكم تكملوا معانا في كورس اثبت. ولو انتوا اول مره تكونوا بتاخدوا معانا كورسات اشجعكم تدخلوا على الصفحه تدوروا على الكورسات بتاعتنا وتنضموا لينا في مجموعات تلمذه اونلاين. انت وانتي وانا مش مجرد شخص عادي، ومش مجرد رقم في تعداد السكان، ومش مجرد رقم في ميكروباص انه فاضل 2 وخلاص الميكروباص هيطلع، ومش مجرد رقم انت رقم كام في اخواتك، لكن انت شخص مميز جدا لان الله خلقك على صورته وشبهه. تكوين 1 وعدد 27 بيقول: فخلق الله الانسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وانثى خلقهما. فالله خلقك، عارفك بالاسم، عارف كل تفاصيل حياتك من قبل ما تكون بتتولد، وهو عارفك. لما خلق الله الإنسان كان عايز يكون بينه وبين الإنسان علاقة مستمرة، لكن الإنسان قرر واختار إن هو يكسر وصية الله. فالله خلقنا على صورته وشبهه، خلقنا بإرادة حرة، لينا حرية الاختيار. اختيار بين إيه؟ بين الخير والشر، اختيار بين الحياة والموت. بيقول كده في تثنية 30 وعدد 19: أشهد عليكم اليوم السماء والأرض قد جعلت قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة، فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك. أنا اللي بختار أنا عايز إيه، أنا اللي بختار أنا عايز أمشي في إيه. لكن الإنسان قرر إن هو باختياره بإرادته الحرة إنه يكسر وصية الله. والكتاب المقدس بيقول لنا كسر وصية الله والتعدي عليها حاجة اسمها الخطية. والخطية هي كل قول أو فعل أو فكر لا يرضي الله. إيه أقوال لا ترضي الله؟ الكذب، الشتيمة، النميمة، اللي بقت دلوقتي وسيلة للتسلية لما نقعد مع بعض نيجي في سيرة حد ونتكلم عليه. كمان الكلام اللي بيحمل أكثر من معنى، كمان الكلام التلقيح اللي بنحطه على الفيسبوك ونكتب من تحت غير مقصودة. ده غير التشهير بالسمعة والتنمر والتريقة. مريم وهارون جم ونموا على موسى واتريقوا عليه، وكانت النتيجة انه في عقاب أصابهم البرص. أفعال لا ترضي الله زي الغش، النصب، السرقة. ده كمان سرقة مجهود حد وانسيبه لنفسي، دي اسمها سرقة، دي اسمها خطية لا ترضي الله. شاول الملك ابتدى ياخد من أخيار الغنم اللي الله قال انه مش هينفع تاخد منها، لازم تحرم الأغنام وتحرم أي حاجة ما ينفعش إنك تكون بتاخدها. لكن شاول كسر وصية الله بالفعل ده، إنه أخد من خيار الغنم، وكان العقاب إن الله رفضه. أفكار لا ترضي الله. الشهوة، الناس مفكرة إن الشهوة مجرد فعل، لكن جه المسيح بتعليم في الموعظة على الجبل وقال إن الشهوة بتبتدي من الفكر. فقال كده: من نظر إلى امرأة واشتهاها فقد زنى بها في قلبه. فالفكر هو بداية الشهوة، بداية الفعل. مثال عخان ابن كرمي لما شاف حاجة وابتدى يشتهيها وياخدها، وهو بيعترف عن جريمته كان بيقول كده: رأيت فاشتهيت فأخذت. فالفكرة في الفكر، أنا شفت الحاجة اشتهيتها فابتديت أكون باخدها. الشهوة منبعها الفكر. الكتاب المقدس بيقول لنا في رومية 3:23: إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. كل حد فينا أخطأ، عمل خطية، سواء قول، فعل، فكر لا يرضى الله، وأعوزهم مجد الله. الكتاب المقدس وهو بيقول لنا عن الخطية كمان في رومية 6:23: لأن أجرة الخطية هي موت، فأجرة وعقاب الخطية هي موت، انفصال عن مصدر الحياة اللي هو الله. فما كانش فيه أي حل غير إن الله هو اللي يكون بيوجد الحل ده. فالله محب، بيحبنا، خلقنا على شبهه وصورته. فيقول الكتاب المقدس: لأن الله بين محبته لنا إذ ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. حاجة تانية، الله قدوس بلا خطية، بيكره الخطية، لكن هو بيحبني. علشان كده كان عنده الحل ان المسيح ينزل، وهو المخلص الوحيد اللي يجي على الارض بلا خطية، لكن بيحس بكل ضعف فينا، بيحس بكل وجع، بيحس بألمنا. في عبرانيين بيقول كده انه بيرثي لضعفتنا، جرب في كل شيء ما عدا الخطية. لكن كمان من صفات الله ان هو عادل،
فلما قال أجرة الخطية هي موت، عقاب الخطية هي موت، فكان لازم حد يكون بياخد عقاب الخطية. عشان كده يسوع لما نزل على الأرض كان عارف الهدف من وجوده على الأرض، إن هو جاي علشان ياخد عقاب خطيتي، علشان يتصلب على الصليب عشاني. وعلى الصليب دفع المسيح الثمن بالكامل، سدد الدين بالكامل. وآخر جملة قالها المسيح على الصليب: قد أكمل. مفيش حاجة بعد كده. الكتاب المقدس بيقول لنا في يوحنا 3:16: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الله حب كل العالم، والله بيحب كل العالم، عشان كده أرسل ابنه الوحيد يسوع علشان ينزل ويتصلب وياخد عقاب الخطية بدالي. لأن الكتاب المقدس بيقول كده: بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. وكان لازم اللي ينزل يكون بلا خطية ويتحمل عقاب خطيتي. الكتاب المقدس بيقول لنا في كورنثوس الثانية 5:18: ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة. فاتصالحنا مع الله بمين؟ بيسوع المسيح وعمله على الصليب. القصة ما انتهتش بصلب المسيح، لكن بعد 3 أيام المسيح قام من الموت، انتصر على الموت علشان يديني حياة أبدية. تبتدي امتى الحياة الأبدية؟ من وقت قبولي لعمل المسيح على الصليب. أنا بقبله فبنول الحياة الأبدية، والروح القدس بيسكن فيا، هو اللي بيعلمني وبيرشدني الطريق. كمان بيبكتني على كل خطية، وزي ما كنا بنقول إن الخطية هي كل قول وفكر وفعل لا يرضي الله. الحياة دي بتنتهي امتى؟ ما بتنتهيش، لأنها أبدية، فبتكمل معايا لما أكون بروح للمسيح. في يوحنا الأولى 5:12 يقول الكتاب المقدس: من له الابن فله الحياة، ومن ليس له الابن فليس له حياة أبدية. لو انت النهاردة قررت انه تكون بتقبل اللي عمله المسيح على الصليب، فليك حياة أبدية، حياة لأنك قبلت الابن. الإيمان مش مجرد معرفة، مش مجرد معلومات، مش مجرد كلام سمعته أكتر من مرة فتمام عارفه وخلاص ويعدي وقت ومش متجاوب مع الكلام اللي بيتقال. الكتاب المقدس بيقول لنا كده في رسالة يعقوب: أنت تؤمن أن الله واحد؟ حسنا تفعل. والشياطين يؤمنون ويقشعرون. الشياطين بتؤمن بالله. الفكرة إنه مش الإيمان بس، لكن إيماني هو قبول شخصي لعمل المسيح على الصليب. مش بس عمله الكفاري على الصليب وغفران الخطايا، لكن بعلنه في حياتي إن هو الرب والسيد على حياتي، هو مركز حياتي. الإيمان هو قبولي لدعوة المسيح إن أنا أتبعه، قبولي للي عمله على الصليب علشان إنه أخذ عقاب خطيتي. ولما قال قد أكمل، أنا مش محتاج أعمل حاجة غير إن أكون بقبله، غير إن أنا أكون بخليه أولوية ومركز حياتي، يكون هو رب وسيد في حياتي، أثبت في كلمته، أثبت في محبته، كمان أعمل الأعمال اللي هو عايزني أكون بعملها. جم يهود كده وقالوا المسيح إن احنا بنؤمن بيك. قال يسوع كده لليهود اللي أمنوا بيه: إنكم إن ثبتتم في كلامي فتكونون لي تلاميذي. مش بس إيمان بيه، لكن أثبت في كلمته، أعيش الحياة الحقيقية اللي بتمجده. لما قال كده إن أنا اللي مجدي صنعته وجبلته، حقق مشيئة الله في حياتي. إيه الخطوات العملية اللي أنا محتاجة أكون بعملها؟ أول حاجة إن أنا محتاجة أعترف إن أنا إنسان خاطئ ومنفصل عن الله مصدر الحياة، فلازم أكون بعترف بكل خطية أنا عملتها وأسميها بالمسمى بتاعها إنها خطية. الكتاب المقدس بيقول لنا في يوحنا الأولى 1:9: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. فالله أمين وعادل لما بعترف بالخطية وأتوب عنها. الحاجة التانية إن أنا أكون بآمن بعمل المسيح الكفاري على الصليب، مصدق إنه المسيح اتصلب علشان ياخد عقاب خطيتي، ومش بس اتصلب لكن قام من الأموات عشان ينتصر على الموت ويديني الحياة الأبدية. تالت حاجة إن أنا بدعوه إن هو يكون رب وسيد على قلبي، يكون هو مركز حياتي. رابع حاجة إن أنا أكون بثبت في كلمته، أكون بعرفه معرفة حقيقية، مش بس أقرأ كلمته وتعدي عليا كده قراية وخلاص، لكن أكون بحفظ وصاياه أعمل بيها. هل الموضوع بينتهي ان انا اكون بصلي صلاة وان انا اكون خلاص قلت المسيح تعالى واملك على قلبي؟ الحقيقة لا.
انت محتاج حاجات تاني علشان تكون بتكبر في علاقتك مع الله، ويكون كل يوم عندك شركة بينك وبينه. مهم جدا انك تقرأ كلمته كل يوم، فهو كل يوم بيقدم ليك رسالة عايزك تسمعها، عايزك تقراها، عايزك تعيش بيها في حياتك. الحاجة التانية ان انا اكون بصلي، والصلاة دي هي علاقة وصلة بيني وبين الله. مش بس اصلي وقت الامتحانات، مش بس اصلي وقت الضغوط، لكن صلاة مستمرة. وانا في البيت بصلي، وانا ماشي بصلي، وانا في وسط الضغوط بصلي، وانا في وسط الفرح بصلي. فالصلاة تكون حاجة طول الوقت بيني وبين الله. الحاجة التانية ان انا اكون بنضم لجسد المسيح، للكنيسة. حتى لو انا شايف انه الكنيسة مش كاملة، الاعضاء مش كاملين، كلنا زي ما كنا بنقول اذ الجميع اخطأوا وعوزهم مجد الله. احنا طول ما احنا عايشين في الجسد احنا بنعمل خطية، لكن في وسط الجسد بنشجع بعض. اي حد بيكون ضعيف بنشجعه ان هو يكون بيقوم تاني. اي حد بيكون محتاج لحاجة بساعده، وبكون بقدم له خدمة عملية حقيقية. رابع حاجة الشهادة، ان انا اكون بشهد عن المسيح. انا قبلته وعشت معاه حياة حقيقية، انا محتاجة اكون بخبر وبشهد عن الناس اللي حواليا. اوعى تكون واخد المسيح ليك وعايش ومستمتع بغفرانه لكل خطيتك، وعايش حياة حقيقية معاه، ومش بتنقل للناس اللي حواليك كل الحاجات دي. محتاج تكون بتعمل انضباطات روحية كل يوم، علشان في المحاضرة الأولى واحنا بناخد عن الجهاد والنعمة، انه النعمة احنا مخلصون بالإيمان بيسوع المسيح، لكن علينا دور ان احنا نكون بنجتهد. فالانضباطات الروحية والتدريبات الروحية دي حاجة احنا بنعملها علشان نعيش حياة حقيقية ونحقق هدف الله من حياتنا. النهاردة لو انت امنت بالمسيح مخلص شخصي ليك، يا بختك ويا سعادتك، ومش هتندم ابدا. مفيش حد قبل المسيح وعاش حياة حقيقية معاه وندم، لكن ناس كتير مشيت في طريق الشر وندمت. اثبت فيه، اعرفه هو الاله الحقيقي، اثبت في كلمته، في محبته. ولو كنت دلوقتي عايز تاخد القرار انك تعيش حياة حقيقية المسيح هو مركزها، ويكون هو رب وسيد في حياتك، اشجعك انك انت تصلي من قلبك وتكمل معانا باقي المحاضرات في الكورس. المحاضرة الاولى جميلة جدا، كمل للنهاية وهتكون بتاخد خطوات حقيقية مع الاله الحقيقي.